في سنة 2003 في قرية صغيرة في دلتا مصر، طفلة عندها 7 سنين تعبت فجأة وراحت المستشفى. الدكاترة قالوا النفس اتوقف والنبض وقف، الطفلة ماتت. الأهل كانوا في صدمة، بس استلموا الجثة ودفنوها في نفس اليوم في مقابر العيلة. الأيام عدت، بس بعد أسبوع بالظبط جارهم في المقابر كان بيدفن قريبه وسمع حاجة. سمع صوت خافت زي أنين كده جاي من ناحيتهم. في الأول افتكرها هلوسة، بس لما ركز كان الصوت جاي من ناحية قبر البنت دي. جرى نادى على أبوها. الأب رفض في البداية وقال دي ميتة، انت بتخرف. لكن تاني يوم رجعوا وقرروا يفتحوا القبر تاني. اللي لقوه اللي لقوه جواه محدش كان متوقعه. التابوت كان مفتوح وما فيهوش جثة، فاضي، حتى الكفن مرمي على جنب. الأب انهار. الشرطة اتبلغت والتحقيق اتفتح. في 3 احتمالات اتقالوا: حد سرق الجثة بس ليه ومن غير ما يسيب أثر. طب ده خطأ طبي، يعني الطفلة كانت حية واتدفنت. وآخر احتمال، ولا في حاجة ما ينفعش تتقال. الناس بدأت تحكي. واحدة شافتها بالليل ماشية على طرف الترعة. واحد سمع الصوت بيعيط في المقابر بعد المغرب. ست كبيرة قالت البنت دي أصلا ما ماتتش، البنت دي أخدوها بس رجعت على طريقة تانية. في حاجات ما ينفعش ندفنها لأنها ما كانتش ميتة من الأول.